اقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. اقول لحضرتك على حاجه. احنا مش هنعمل زي النعامه ونحط راسنا في التراب، وانا هذكر لحضرتك امثله عديده جدا. اتفضل. اذا انا اظهرت الشر بقصد اظهار الشر بصوره سيئه وصوره قبيحه ينفر منها المشاهد، فانا لم ارتكب خطأ. لا الداعره حضرتك انت دعني اسالك، هل انا لو جبت قاتل اليس القاتل ده مخالف للدين الاسلامي وينفر منه الاسلام؟ نعم. الداعره شخصيه الداعره ايوه اليست منافيه للاخلاق ولكل الاديان؟ نعم. ليه بقى يا مولانا ما قلتوش امنعوا القتله من الظهور وقلت امنعوا الستات؟ احنا ما بنقول امنعوا القتله لان السينما التي يمثلها الاستاذ وحيد حامد في هذه الجلسه هي التي تحض وتعلم كيف ارتكاب الجريمه، ومش كلامي. طب انا اقول لحضرتك، مش كلامي على فكره. معايا لواء شرطه مقال ليه، معايا زكريا نيل مقال ليه، معايا يعني بص حضرتك، فليس كلامي ان السينما المصريه نقلت المجتمع المصري الى مجتمع جريمه. ليس كلامي، ليس كلام. وعندي وانقل لك النصوص بالكامل. بص حضرتك، في آية قرآنية بتقول الذين يحبون أن تشيع الفاحشة بين الذين آمنوا. كيف تشيع الفاحشة؟ أن تجعل بيني وبينها تطبيع علاقات. لما كل يوم قاتل قدامي في السينما والتلفزيون. طب هو السؤال هنا، القاتل بياخد جزاء ولا ما بياخدش جزاء؟ لا وانا مش عاوز دي كمان. يا ريت ياخد جزاء. وانا مش عاوز دي كمان. انا اسال سؤال، ده سؤال خطير. انا رافض. انا بسال برضه. انا رافض. هل عايده رياض لما هل الممثله بتاعته، لازم اقول عايده رياض يا اخوانا، ما ده فيلم. عايده رياض لما يشيلها عادل امام ونظف مكتب مباحث امن الدوله وينيمها ويعريها وينام فوقيها، بقه في بقها وصدره في صدرها ولا استطيع ان اكمل، تقول لي هات لي القيمة الجمالية اللي انت من وراها، القيمة الأخلاقية من وراء هذا الفعل. وهل أيضا بداية يحق لي أن أعرض مثل هذا المشهد من أجل أي قيمة أخلاقية؟ ده اللي أنا عايز أسأله. بما إن حضرتك قلت كده، وأرجو إن ما تكونش عندكم رقابة. فين؟ هنا في المحطة اللي بتذيع الكلام ده. اتفضل اتفضل يا أستاذ وحيد. هذا المشهد استوحيته من واقعة حقيقية حدثت في سجن، في أحد السجون المصرية. حالة واحدة؟ عندما ذهبت إحدى زوجات أحد، مش قادر أقول يعني، أحد الزعماء في الجماعات الإسلامية وخلفت ولد واثنين وحاجة واثنين. هذا أمر. لحظة. هل يصح لك أن تنقل هذا إلى الجمهور؟ لحظة. هذه أشياء تمت في السجن لأن قوانين السجن المصري لا تبيحها في المكان اللائق به. فعندما تحدث، طب ما لما نيجي نكلمك لا أصل هذا كلام. لا يعني أنا بعترف بيه، بقول وأنجبوا أبناء واحدة واثنين وثلاثة. طب ما اعترضتش على ده ليه بقى؟ قلت الإسلام ليه؟ أليس هذا حق شرعي؟ ده كانوا 10 بيتفرجوا. أليس هذا حق شرعي؟ في حضور 10 أفراد. ال10 مين دول؟ اللي كانوا واقفين وحرسوهم. اذكرهم لي مين هم؟ من الجنود والناس. الله ينور عليك. طيب. هذا حق شرعي لابد أن بأي منطق حضرتك تقول لي ده؟ هل أنا أسألك بضميرك بقى؟ أيوة. إن رجل يمارس الجنس مع امرأة في حضور 10 أفراد؟ فين إنسانية المرأة اللي عزها الله في كتابه الكريم؟ الله أكبر. فين ده؟ وأي شيء إنساني. 10 وأرى وجهك يكتئب من أجل 10 وتعرضه على ملايين الناس. أنت فين 10 دول؟ تكتئب تماما وحزين من أنا بسألك على الإسلام اللي أنت بتدافع عنه. أنت حزين الآن. هو قذر خلاص. أنا بعمل عشان أنفر. ارتكب هذه الجريمة أمام 10 أفراد، فجعلت المؤلف الكبير والسيناريست أستاذ وحيد حامد يغضب غضبة شنعاء أنه ارتكبها أمام 10. أنت تفعلها أمام ملايين البشر وبصورة حتى أنفر منها. إنما زميلك الفاضل كان بيستمتع بيها وأنت اعترفت إنه خلف. يستمتع بزوجته مش يستمتع بزانية داعرة. مش زانية داعرة، ما تقولش كده. أمال كانت إيه زوجته؟ بص حضرتك، اسمعني، كانت زوجته. بص حضرتك، اديني إجابة. المرأة التي نام عليها عادل إمام، هل خطيبته
تعطيه الحق ان ينام فوقها؟ والله بص حضرتك، انا بس أيوة. اديني الاجابه. الفن مش فوتوغرافيا. الفن لا يمكن ان يكون تصويرا حضرتك. للواقع على حساب قيم مجتمعيه لا، انت وقيم انسانيه. الفن ليس فوتوغرافيا. انت الفن وجهة غضبان من نظر. اجل 10 جنود وجاي تقول لي مش ممكن ابدا. واد عادل امام يقعد يحس في رجليها لغايه ما يشيل رجلها فوق فخده. ايه يا اخي ده؟ بدون الدخول في تفاصيل يعني يا استاذ ابو اسلام. خلص يا ابو اسلام، خلص يا ابو اسلام عشان اسالك سؤال. اتفضل تحت امرك. خلص عشان اسالك اتفضل. سؤال. انا حقيقي الواد لما خلف ده بقيت فرحان جدا والله جواي. ما تراه على شاشه بيضاء وانت تعلم مقدما انه تمثيل، ايوه، ولو انقطع النور اثناء العرض ستكون هناك شاشه مظلمه سوداء. جميل. اسالك بضميرك باسلامك بايمانك، هل رؤيه شيء غير حقيقي لها نفس التاثير عندما ترى شيء حقيقي جنسي يمارس امامك علنا؟ انت بتضحك عليا ولا على الجمهور؟ لا لا لا, ولا لا. على انا نفسك؟ بسالك والجمهور بينا حكم. ده كلام. لا، الجمهور بينا حكم. احنا من الاشياء التي تقف لها وزارات التربيه والتعليم ووزارات الداخليه والامن العام ان الصور الجنسيه بين شبابنا في المدارس. الصور الصور بتاعت ممثلاتك يا استاذ وحيد. مش ممثلات انا. فلما اولا المدرس يشوف تلميذ معاه هذه الصوره تقول له تعالى يا ابن كذا، جايب دي منين؟ ممثلاتك والله. لا لا لا، استنى بس. صورهم مجربه. استنى لحظه بس. لا وضح الامور عشان ما اغتابش غيره بس. لا، وضح الامور. الممثلات اللي انت بتقول عليهم دولت بيشتغلوا في افلامي وفي افلام غيري. والعلم حضرتك، لا بس العلم حضرتك، اختيارك موفق حقيقي يا استاذ. لا، العلم حضرتك يبقى حضرتك ما بتشوفش السينما حقيقه مش قوي. لا يعني عايده رياض اللي انت بتتكلم عليها ديت عملت مش اقل من 100 فيلم. الله اكبر. انا عندي فيلم واحد ليها. فيعني ايه ما خدتهاش لا لحسابي. انا بقول لك انت اجدت الاختيار. انما انت اتفرجت على الفيلم يا مولانا؟ ايوه اتفرجت عليه. اتبسطت وانبسطت واستمتعت بالمناظر السافله اللي فيه. طيب بتتفرج عليها ليه؟ علشان ارد عليك. ترد عليك وعشان اعرف عليك. انا رئيس مركز تنوير للمذاهب والافكار الهدامه. فدي شغلتي. ابقى مع بتوع الماسونيه وادرس الخمرجيه والزناه والفواحش ومنكر السنه ومنكر القران. لحظه. ما خرجتش من الفيلم ده كله الا بعيد رياض. استحاله. طب قول لي اخرج بايه؟ طب يعني انت قول لي على قيمه. قول لي قيمه وانا هقبل. الفيلم كان يحارب الفساد والمفسدين. طب احنا بنتكلم على فيلم اللعبه مع القرآن علشان بس الفيلم كان يحارب الفساد ايوه والمفسدين. كويس. الذين يسرقون اموال الضعفاء والفقراء. خلاص انت بقى ما شفتش في الفيلم غير عايده رياض، تبقى دي مشكلتك. لا، لكن الاخرين. اقول لك شفت ايه؟ شفت ايه؟ اقول لك نمسك لعب مع الكبار. شفت ايه؟ شفت اصرار على الخمره في كل منظر. شيء اساسي. سيبني كمل. ماشي. اقول لك شفت ايه؟ انا شفت بالك وشفت قله حياة مواطن في التعامل مع ضابط مباحث امن الدولة. انت بتشتغل في المباحث ولا ايه؟ زعلان ليه؟ عظيم. اقول لك زعلان ليه؟ زعلان ليه على بتوع المباحث؟ من مصلحتي انا كمسلم من مصلحة الحفاظ على هيبة السلطة. لان السلطة اذا اهتزت اهتز كل مجتمع. انت بتشتغل في المباحث ولا ايه؟ زعلان ليه؟ عظيم. اقول لك زعلان ليه؟ زعلان ليه على بتوع المباحث؟ من مصلحتي انا كمسلم من مصلحة الحفاظ على هيبة السلطة. لان السلطة اذا اهتزت اهتز كل مجتمع. بص حضرتك، انا المسلم اسال سؤال هنا يا ابو اسلام. اتفضل. حضرتك هنا موافق على سلطه مباحث امن الدوله لكن مش موافق على سلطه الرقابه. لا، انا موافق على وهذه سلطه جزء من سلطه الدوله. هذه السلطه سلطه تنفيذيه، الثانيه سلطه تشريعيه. لا يا فندم، الرقابه سلطه تشريعيه تقول هذا حلال وهذا حرام. تشريع. ايوه. لا سلطه تنفيذيه. لا مش اسمعني. الذي يقول هذا حلال وهذا حرام. كون انها لا احقيه الضبط او انا لا اعرف بقى لا احقيه الضبط او المنع، لكن لا كان يجب ان تعرف. سلطات اخرى. بص سلطات الازهر مثلا يقول لك ده خطا لكن ليس له سلطه
الايقاف العمل بص. او مصادرته. واخد بال حضرتك؟ سيبنا كمل على اللي شفته على البتاعه دي. لا لأن استنى، مهمة انا هقول خالص. لحضرتك. خد بالك، اتفضل. احنا بس عشان ما نفضلش كتير في النقطه دي. اتفضل، انا اتفضل. كنت حضرتك يا استاذ وحيد قلت فكره ان الفن ليس تصوير، مجرد تصوير للواقع. يا ريت حضرتك تشرح لنا الفكره دي، اذا كان الاستاذ ابو اسلام عنده تعقيب عليها اتفضل، بس اتفضل حضرتك. لا دائما احنا الفنان بيرى الشيء. يعني مثلا انا لو جيت